السنة اللي فاتت أنا قررت أعمل حاجة غريبة، وهي إني ألبس نفس الهدوم كل يوم وما اشتريش أي قطعة ملابس جديدة. إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ زي ما قلنا دي كل الهدوم بتاعتي، هدوم خروج بالمناسبة. الهدوم دي هتتوزع على 10 شنط من الشنط السوداء دي، وجوه كل شنطة هيكون فيه ظرف. دلوقتي الظرف ده هيكون جواه ايه؟ السبونسر بتاع الفيديو عشان نكون واضحين اخدت منه فلوس. الفلوس اللي انا خدتها من السبونسر انا حاطط فلوس زيها بالظبط، نفس الكميه من جيبي الشخصي، والفلوس دي هتتحط في الأظرف وهتتوزع على ال10 شنط، لان كل شنطه هتروح لشخص او منظمه فعلا 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 هتستفيد بيها. وده اللي احنا وصلنا له من هنا لهنا. الهدوم بتاعتي لمدة سنة على الأقل، والسنة عدت وإحنا دلوقتي هنا. والشيء اللي اتعلمته من الموضوع ده فعلا غير وجهة نظري تماما عن الفكرة بتاعت الفاشن عامة وفكرة التصور. مفيش أي حاجة اتغيرت من ناحية الإحصاء، الحاجات اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها في الفيديو الأساسي في التأثير بتاع الهدوم على البيئة. الملابس هي الملوث رقم 2 للمياه العذبة في العالم. جمع كل ده مع بعضه، ايوه 2700 لتر ميه بتستخدم عشان تعمل تيشيرت واحد. 21 مليون طن من البوليستر موجود في المحلات اللي ورايا. وبيتعمل ازاي البوليستر؟ خليط تفاعل كيميائي ما بين الفحم والميه والنفط والبلاستيك، يعني برضه بيبهدل البيئه. والمشكله الاساسيه في البوليستر ان البوليستر زيه زي البلاستيك. السمك دلوقتي جواه بلاستيك انا وانت سبب في وجوده جوه المحيطات. وفعلا الصناعه دي يعني تعتبر عليها علامات استفهام كتير. ولكن احنا دلوقتي لو هنقول ان الفيديو اللي انا نزلته السنه اللي فاتت كان عن التاثير البيئي بتاع الهدوم، الفيديو ده هيكون عن التجربه فعلا وايه اللي انا لاحظته لما قللت من استخدام الهدوم. ما اشتريتش اي حاجه جديده وفضلت البس نفس التيشيرتين 3 اللي عندي، وفي الشتاء هوديين مفيش غيرهم، وتقريبا 3-4 بناطيل بس. مفيش اي وقت بتضيعه نهائي. انا بصحى من النوم كل يوم الصبح، سواء كنت هنزل او هقعد في الاستوديو اشتغل، انا عارف انا هلبس ايه، لان الاختيارات بتاعتي جدا محدودة. بقوم البس التيشيرت، بلبس نفس البنطلون، وبوم خلصت. رقم 2، مفيش صرف، مفيش اي حاجه بقت تغريني في التسوق خالص، علشان انا حطيت دماغي جوه الحاجز ده ان انا مش محتاج اجيب هدوم جديده. فمهما خرجت، مهما شفت عروض، او مهما نزلت الوكاله، انا ما بشتريش. واللي صرفته من جيبي السنه اللي فاتت لهدوم جديده علشان البسها يساوي 0. وده يودينا للنقطه الثالثه، محدش بيهتم اساسا، مفيش حد بياخد باله. خلينا نتكلم كرجاله، تمام؟ فعلا كمية صغيرة قوي من الناس اللي هتقابلهم في حياتك هيبصوا مرتين على الحاجة اللي انت لابسها. كواحد مقضي معظم وقته على الانترنت وفي فيديوهات ليا على قنواتي، وتروح على قنوات ناس تانية هتلاقيني موجود هناك، تدخل على الفيسبوك، تدخل على الانستجرام، ولا حد حتى بيفكر انه يجيب سيرة اللبس اللي انا لابسه. لان رقم 1 ده مش اهتمام شديد للدايرة بتاعتي، ورقم 2 لان الحاجة اللي أنا بلبسها بتنفع مع كل حاجة. يعني تخيلوا معايا كده لو في مثلا حاجة زي اختراع كده يمتعك، تقدر تقعد على النت، تقدر تعمل مكالمات منه، تقدر تفتح فيلم، تقدر تقعد على اليوتيوب، تشترك في القناة واعملوا لايك وشغلوا التنبيهات، وتقدر كمان تلعب عليه ألعاب، وتقدر تعمل بيه حاجات كتيرة، وكل ده جوه اختراع واحد. أكيد أنت هتجيب الاختراع ده، وده التليفون العادي اللي بقى موجود عندنا كلنا. فاللي انا عملته ان انا اخدت نفس الفكره دي وطبقتها في الهدوم اللي انا بلبسها. تيشيرت اسود بيسك يقضي كل الاغراض. واخر حاجه من الاسباب الايجابيه اللي انا لقيتها بعد التجربه دي هي ان بارتداء نفس الشيء كل يوم وتقليل الدولاب بتاعك من الهدوم الغير مرغوب فيها، هو اني بقيت افكر بشكل قليل في حاجة ملهاش لازمة أساساً. الجملة السيكولوجية العلمية للظاهرة دي decision fatigue، تعب القرارات. من أول ما تصحى من النوم وانت بتاخد قرارات، مئات بل آلاف القرارات في اليوم الواحد، وأولهم القرار إنك تقوم من على السرير، وآخرهم قرار إنك ترجع على السرير وتقفل النور وتنام. فمن الاخر عشان نبسط الموضوع، كل ما انت بتعمل قرارات كل ما انت بتتعب، كل ما القرارات اللي انت بتاخدها بعد فترة هتكون قرارات وحشة.
ناخد مثال، لو انا اديت المكعب ده لشخصين وقلت لهم يحلوه، ولكن قبل ما ياخدوه كان لازم ياخدوا قرار ان هما يا اما ياخدوا بسكويته بالشوكولاته وهم بيحلوا، او ياكلوا خياره وهم بيحلوا. الشخص اللي هياكل الخيار وهو بيحل هيستسلم اسرع. ليه؟ لان هيكون شاغل دماغه في الوقت ده انا ليه ما اخترتش البسكويته. وطول ما في حاجه جوه دماغك شغلاك مش هتعرف تركز في الحاجه اللي انت عايز تعملها. كل ما يكون عقلك شغال ومتشتت كل ما انت هتاخد قرارات اسوأ في حياتك. ده هو السبب ليه هتلاقي والدتك بتفضل نوع واحد معين كده من الرز، او صاحبك بيشرب نوع واحد من السجاير، او انت لما بتيجي تطلب اكل بتاخد دايما البيبسي. والموضوع ده بقى يتطبق على جميع الاختيارات اللي انت بتاخدها في يومك، من التافه اللي ملوش اي لازمه الى اكبر قرار ممكن يغير حياتك. فعلشان تعيش حياه اسهل وافضل لازم على قد ما تقدر تقلل الاختيارات اللي انت بتاخدها في يومك، علشان الطاقه اللي موجوده عندك دي تروح ناحيه الحاجات الاهم. هتفطر ايه النهارده؟ فول ولا طعميه ولا كرواسون ولا كورن فليكس، ولا هتشرب شاي وخلاص، ولا هتشرب قهوه؟ طب انت هتشتغل دلوقتي ولا هتتفرج على هانتر مره تانية؟ كل الحاجات دي بتفضل تتراكم معاك طول اليوم لحد لما في اخر اليوم انت مش قادر تعمل حاجه تاني، مش قادر تكمل شغل، مش قادر تذاكر، مش قادر تخرج حتى ولا تكلم حد. فكره الهدوم والفاشن وان انا استغنى عن ان انا اشتري هدوم وافضل البس نفس الحاجه كل يوم، حسيت ان هي ضافت لي بعض التنظيم في حياتي. لان بالقرار الصغير ده اني ما اشتريش هدوم تاني وافضل عايش بنفس التيشيرتين اللي عندي كده، لما اجي البس هدومي الصبح انا ما بقعدش افكر، لان انا عارف اوريدي انا هلبس ايه. ولما اجي اخرج برضو ما بفكرش، لان انا مش محتاج اطقم ده مع ده ولا حاجه، لان هو تيشيرت اسود بيمشي مع كل حاجه. وبعدين لما اجي انظف او اروق او اغسل برضو مفيش تفكير كتير بيحصل هنا، لان الكميات جدا جدا قليله، فدايما ما بيكونش فيه كركبه. قرارات اقل، حياه اهدى وامتع. وده فعلا الدرس الحقيقي المستفاد من الموضوع ده كله. كل ما تنظم حياتك كل ما تخلي الحاجات اللي ملهاش لازمه روتينيه، وده هيخلي ان في مساحه اكبر في عقلك تقدر تركز على الحاجات المهمه. اصحى كل يوم وانت مرتب من اليوم اللي قبلها عندك ايه في الشغل. الفطار بتاع النهارده انت عارفه، لان انت عارف ان سبت وحد واثنين انت بتاكل فول وطعميه، ثلاث واربع وخميس بتقضيها كورن فليكس وسندوتش زبده فول سوداني، والجمعه الفري بتاعك اطلب اي حاجه من بره. يبقى خلاص قرار الفطار ده مشطوب سهل، الجدول متظبط من بدايه الاسبوع، انا صاحي وعارف المفروض ايه اللي اعمله من البدايه. بقى روتين، ولكن روتين جيد لان هو بيفضي مساحه جوه عقلك. حاول برضو ان انت تقسم وقت الشغل مع وقت الخروج، عشان ما تفضلش تفكر في الخروجه. لا، انت في وقت الشغل انت قاعد بس بتفكر في الشغل، وانت خارج انت بس بتفكر في الخروج. كل دي قرارات بسيطه تقدر تجهزها وتحددها في فتره معينه علشان تتجاهلها في المستقبل. واحد من الاختيارات دي اللي انت تقدر تعمله بكل سهوله هو اللبس. بس ده اكيد مش كل حاجه، كان في سلبيات للموضوع، ولكن الحقيقه هي مش سلبيات كتير. رقم واحد، التيشيرتات اتبهدلت من الغسيل. مهما كان التيشيرت قد ايه خرافي، برضو لما يفضل يتغسل كل يوم وتفضل تلبسه كتير مش هيبقى بجمال اول مره تلبسه. فايوه ممكن الناس التانية ما تاخدش بالها من الموضوع ده، ولكن انت بتاخد بالك. ورقم 2، الملل. في كذا لحظه في السنه كده اكون رايح ايفنت معين، اكون حد رايح ازور حد، اروح كونفنشن، اي حاجه، بكون عاوز البس حاجه مختلفه، او يعني اعدي من جنب محل تيشيرتات كده الاقي تيشيرت كوميك بوك معين التصميم بتاعه لذيذ، بكون عاوز اشتريه. بس بعد اقول برضو ان هو طب ما انا كده هشتريه، هيقعد معايا يومين بعد كده هيتركن، فايه الهدف؟ ودي الحاجه اللي تزعل في كل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده، ان معظم الحاجات اللي احنا بنشتريها عشان نلبسها مره، وبعد كده بتيجي جوه كومة الهدوم اللي موجوده عند كل واحد مننا. وبعد تفكير طويل دلوقتي انا وصلت لهنا. الفكرة بتاعت الهدوم اللي بنلبسها، ايوه ربما تقول ان هي حاجة هامشية ومش مهمة قوي، ولكن من ناحية تأثير على الاقتصاد وعلى العالم وعلى البيئة لا، تأثيرها كبير. ولكن برضو انا شايف ان المرور بالتحدي ده الفوائد بتاعته كانت اكتر من الصعاب. فاظن ان ايوه انا ممكن اريلاكس شوية في القواعد اللي انا حاططها لنفسي، ولكن برضو اكون مركز اني ما اقعش جوه الفخ بتاع التسوق والشراء عمال على بطال. تيشيرتين جداد في السنة مع بنطلون جديد وبس كده. انا شايف ان ده جدا منطقي. واي هدوم عندي اتدمرت وخلاص بقت غير صالحة للاستخدام
هعيد استخدامها في حاجه تانية، مش هرميها ولا هركنها على الفاضي. المهم اني ما اصرفش ولا اشغل دماغي في الحاجه اللي انا بلبسها. بس برضه عشان اكون صريح، ان لو حصل في يوم من الايام وفي تيشيرت جدا جدا كان نفسي اجيبه، او التيشيرت ده متعلق لحاجه انا بحبها، برضه هشتريه، مش هحرم نفسي منها، بس برضه اكون يعني ايه رابط نفسي كده، مش عمال على بطال. واهم حاجه من الليله دي كلها زي ما قلنا، ان ما تحطش لنفسك اختيارات ملهاش لازمه في حياتك، لان هي ممكن تاثر. لان زي ما قلنا كل ما انت بتاخد قرارات اكتر، كل ما القرارات المهمه انت بتركزش فيها. وبس اعزائي المشاهدين، دول هما قطعتين الملابس اللي انا اشتريتهم، بس تيشيرتين بولو، وانا مغير البولو بدل البيسك السنه اللي فاتت. وحاجه تانية عايز اضيفها، ان مش ضروري ان انا كل سنه اشتري قطعتين من الملابس. بالعكس انا شايف ان الاثنين دول مع كام تيشيرت البيسك اللي عندي يكفوني 3-4 سنين قدام. عرفوني ايه رايكم في الفيديو في الكومنتات تحت، وعرفوني ايه رايكم في التجربه برضه في الكومنتات تحت كده. انتم مشتركين في القناه وشغالين كل التنبيهات. شكرا، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.